صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جات لي فكرة كده، كنت عايز اتكلم فيها، الا وهي آه ليه احنا يعني ما بن ما بنهتمش غير بالممثلين؟ احنا كمصريين مش بنهتم الا بالممثلين، وجانب تاني برضو بنهتم برضو بالمغنيين، بس الأكتر يعني إحنا بنهتم بالممثلين بشكل كبير. زوجاتهم، أزواجهم، عملوا إيه، ما عملوش إيه، آه مرضوا إيه، آه عانوا إزاي، عايشين إزاي، اشتروا إيه، اشتغلوا إيه، الحاجات دي. ولكن من الجانب التاني مش بشوف إن إحنا مثلا بنهتم بالعلم، بالثقافة، بالابتكار، بالاختراع، بالإبداع، بالأدب، بالفكر، بالعقل. أنا عارف إن في ناس هتقولك في ناس، في مصريين عندهم الدوافع دي وعندهم آه الاهتمامات دي، ولكن مش كتير، قليلين. يعني النسبة الكبيرة والنسبة العظمى هنلاقيهم مهتمين أكتر بالممثلين. فأنا من خلال الفيديو ده بعرض تساؤل: ليه؟ يعني ليه احنا كمصريين بنهتم بالممثلين والمغنيين فقط؟ و يعني اهتماماتنا زيادة عن اللزوم، يمكن أكتر من حياتنا الشخصية أو اهتماماتنا بحياتنا الشخصية ومستقبلها ومواضيعها كمان. فاهمين قصدي؟ ف... فده تساؤل وفكرة جت على بالي دلوقتي، وعايز ليها إجابة. هل مثلا الدولة، هل مثلا الإعلام متعمد إن هو يسلط الضوء على هؤلاء بس، ولا إيه؟ فده يا ريت تشاركوني رأيكم في التعليقات، وتقولوا لي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واكتبوا تعليق لطيف زيكم. شكرا لكم. وائل اتش. شكرا.